كنت دايما بسأل نفسي ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل العفو عند المقدرة، رغم ان العفو ده صفة جميلة جدا بتنقي القلب، بتخلي قلبك قادر يكمل من غير حزن ولا وجع، لاني بشيل حمل انا كنت شايلاه. فليه ما خلاهوش فرض زي الصلاة وزي الصوم في رمضان؟ ليه ما بقاش فرض؟ ليه خلاه عند المقدرة؟ والإجابة إن فعلا محتاج مقدرة نفسية كبيرة جدا أحيانا. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وخلق نفسنا، وعارف ان في وجع في النفس ممكن ما يتعالجش بكلمة انا اسف، وممكن ما يتعالجش بطبطبة، وممكن ما يتعالجش معلش اخر مرة. احنا ممكن نسامح بطبعنا مرة واتنين وتلاتة، حاجات قلبي قادر يسامحها، وممكن غلطة واحدة مش قادرة اسامحها، وممكن حد اعديله مرة اتنين تلاتة لكنه قطع شرايين قلبي من الحزن، فمش عارفة اسامحه. ممكن حد يبقى عمل حاجة في حياتي وجعاني جدا، لا أيام ولا شهور ولا سنين ولا ليل ولا نهار يخليني قادرة أنساها. عشان كده جه العفو عند المقدرة. وعشان كده بقولك لا ترهقي نفسك ولا ترهق نفسك. ما ترهقش نفسك بعلاقة انت مضطر تكمل فيها علشان الناس. ما ترهقيش نفسك بانك تصالحي وتسامحي علشان الكل عايزك تصالحي وتسامحي. ما ترهقيش نفسك لما حد يقولك ليه، فين طيبتك، فين حنيتك، ده حتى العفو، ده حتى التسامح. لا، تعلموا تقولوا لا، لان بتبقى ليها فوائد كتيرة جدا لو جت في وقتها. زي ما انت هتتسأل عن فلوسك صرفتها في ايه، وعن عمرك عملت فيه ايه، وعن صحتك ضيعتها في ايه وما ضيعتهاش في ايه، وعن وقتك استغلته في ايه وضيعته في ايه، هتتسألي كمان عن نفسك. انتي ارهقتيها ليه؟ ليه كملتي مع الناس اللي وجعتك؟ ولا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. في حاجات كتير بتخلينا نقول لا، انا اتوجعت مرة وعديت مرة، التانية التالتة فلا. اتعلموا تقولوا لا، لان لنفسك عليك حق. لما ايدي بتتكسر بروح لدكتور وبيركب لي جبيرة وبحس بألم ووجع، والجبيرة بعد وقت الجرح بيلقم. انما كسر القلب ملوش جبيرة، ملوش غير انك تروح لربنا سبحانه وتعالى وتوكل الامر لله في اللي كسر قلبك، وساعتها ربنا بياخد حقك. محتاج ايام وممكن عمرك كله تفضل بكسرة القلب دي. فتعلموا تقولوا لا. لا، مش عايز اقعد في مكان انا مش حابة اقعد فيه. جبلت القلوب على حب من يحسن اليها. طبيعي النفس بتميل لمكان اللي بتتقدري فيه. بحب اقعد في المكان اللي انا متشافة فيه حلوة، اللي متقدرة فيه.